جمهور نادي الزمالك اللي جاي من مصر وجاي من اسكندريه فوق دماغنا اخواتنا، احنا بنقول لجمهور مصر كله خدوا الحظوه من نادي الاتحاد السكندري. الحمد لله. انت عارف السباق اللي ماشي دلوقتي بين الثلاث فرق، فبتبقى العمليه الكل بيلعب على المكسب، وهو برضه الاتحاد بيلعب على المكسب واحنا بنلعب على المكسب، والحمد لله كان في توفيق الحمد لله من ربنا سبحانه وتعالى النهارده الحمد لله. توفيق دايما يا كابتن حسن. صفقات يناير واهميتها اللي جايه دي ان شاء الله هتعمل شغل كويس، علشان انت عارف الدوري طويل جدا ومحتاجين احنا اوراق لعيبه كتير قوي عشان نستغلها في خلال مسيره الدوري. انت عارف ان احنا كل 4 ايام بنلعب مباراه، ودي عمليه بتبقى صعبه لاغلب اللعيبه، وبيبقى في شيء من الاجهاد، فيبقى عندك اوراق كويسه تقدر تستغلها في الوقت ده ان شاء الله. الاتحاد فرقه كبيره، فرقه محترمه، والنهارده الاحتفاليه الكبيره اللي موجوده من الجمهور، انا بشكر جمهور اسكندريه جدا على الجو المثالي، ونتمنى ان شاء الله الفريق الاتحاد الفتره اللي جايه يكون افضل. نتمنى لفريقنا ان احنا كل 3 نقاط مهمين بالنسبه لنا. انا فرحان عشان جمهورنا، انا اعداد كبيره جدا جدا ورانا في كل حته وفي كل مكان، الواحد بيبقى سعيد جدا لما يحس ان فرقتنا اسعدتهم وروحوا مبسوطين. الحمد لله رب العالمين، والله فضل من ربنا. الحمد لله طول ما بتعامل ربنا واللي بيشوفه بتحسبه، يعني ما الحمد لله رب العالمين. دينا اللي علينا، ما اتوقع انه بخلنا بشيء ولا قصرنا بشيء. ان شاء الله المباراه الجايه نقدم اداء، لان عندنا مباراه صعبه وتليفونات من الصيف، نحاول ان شاء الله نركز ونكسب 3 نقاط ان شاء الله. النهارده ضيعنا كتير فدخل فينا جونين، فان شاء الله نتعلم من اخطائنا. الدوري لسه طويل والماتشات صعبه، وان شاء الله الماتشات الجايه تبقى احسن باذن الله. عملنا كل حاجه في الكوره النهارده، بس ما كانش في توفيق. الحمد لله التوفيق كان لازم الزمالك. ان شاء الله نركز في الماتشات اللي جايه. يوم الخميس ورانا ماتش مهم طبعا مع التليفونات، ان شاء الله نركز فيه باذن الله. احنا راضيين عن الاداء بصراحه، ادائنا فيه روح عاليه جدا في الفرقه، اللعيبه بتنفذ تعليمات، لعيبه ند لنادي الزمالك، خبراتهم فعلا فرقت النهارده معاهم كتير. المباراه كانت ممتعه بالنسبه للجمهورين. انا بس بشكر جمهور نادي الاتحاد، ان انا اول مره في حياتي اشوف الجمهور بيستند الفريق بالشكل ده، وبقول لهم ما تزعلوش ان شاء الله هتتعوض في الايام اللي جايه.